من جماليات الإخراج السينمائي تداخل الوقت الحاضر مع الفلاش باك. الممثل وهو راكب عربيته، المخرج استخدم إزاز العربية وتحديدا منطقة الهواية الخلفية عشان يخليها إطار لصورة تانية هي الفلاش باك، وده أثناء تذكر البطل اللي حصل في حياته. من فيلم تلك الأيام، إنتاج 2010، إخراج أحمد غانم. التعبير عن الحالة باستخدام اللون. على الرغم من إنه مخرج تلفزيوني، إلا إن فنياته طاغت على ده. المخرج محمد فاضل استخدم لقطتين خلف القضبان لأبطال فيلمه للتعبير عن الحالة الخاصة بيهم. في الصورة الأولى، البطلة بتشاور مبتسمة بالمنديل الأخضر وهو مفروض وفي حركة متموجة وهفهافة، دليل على الأمل وقرب انفراج الأزمة والخروج للحرية. أما الصورة التانية، البطل متطلع وجاد بمنديل أخضر برضه، لكن مضموم بإيده وبحركة دائرية حادة، دليل على التشكيك في الأمل وبعد انفراج الأزمة وطول فترة الحبس. من فيلم حب في الزنزانة، إنتاج 1983، إخراج محمد فاضل. التعبير عن الحالة باستخدام الصورة. شاب بيتعرض لعملية بالمخ بتخلي ذاكرته مؤقتة، ينسى اللي بيحصل له كل سنة وأخوه اللي بيرعاه. الشاب ده بيقابل بنت وبيحبوا بعض، لكن بتجي نوبة النسيان وبينساها. تصوير المخرج لوش بطل الفيلم ووراه صندوق سمك الزينة. السمك زي البطل ملوش ذاكرة، والبطل عايش جوه صندوق إزاز زيه. من فيلم ميكانو، إنتاج 2009، إخراج محمود كامل. استخدام الإضاءات والدخان. السيدة اللي عمرها ما عاشت حياتها لنفسها قبل كده بتلاقي نفسها يوم راس السنة وهي بتدور على تحقيق حلم ولادها. ليلة راس السنة لأول مرة في حياتها بره البيت. في لوحة فنية رائعة ممزوجة بمزيكة راجح داوود، قدر داوود عبد السيد إنه يصور لنا احتفال جمعية الأبراج بشكل فانتازيا. لاحظ استخدام الإضاءات المتعددة والدخان واستخدام التشويش على الصورة. من فيلم أرض الأحلام، إنتاج 1993، إخراج داوود عبد السيد. الموتيفة في الفيلم السينمائي. الموتيفة عبارة عن فكرة بيتم تكرارها بصريا أو سمعيا طول الفيلم. المثال هنا بيحكي خيانة زوجة لزوجها وقتله بمساعدة ابن عمه ومساندة صاحب المزرعة. استخدم هنا المخرج موتيفة لونية وهي الضوء الأصفر الغامق للإشارة للغيرة والرغبة والخيانة، واستخدم النار كمؤشر جنسي على المستوى العام، وجه استخدام الموتيفتين في أغلب مشاهد الفيلم. من فيلم حرام الجسد، إنتاج 2016، إخراج خالد الحجر. صورة الحاضر والماضي. لما بيرجع البطل لذكرياته السابقة وبيشوفها رؤية العين، المخرج الكبير شريف عرفة جسد المعنى ده لما بنشوف بطلنا ماشي في مكان ذكرياته وبيشوف نفسه مع حبيبته ماشيين في الاتجاه العكسي لحد ما يختفوا من قدامه. من فيلم حليم، إنتاج 2006، إخراج شريف عرفة. التقابل العكسي بين المشاهد. لما نعوز نقارن بين شخصين أو مجموعتين عكس بعض سواء في الفكر أو التوجه، بيتم تحريك الشخصيات في اتجاه متقابل في المشاهد المختلفة. يعني تتحرك شخصية ناحية اليمين والتانية ناحية الشمال، أو تتحرك المجموعة من ورا لقدام والتانية من قدام لورا. في المثال الأول بتظهر المجموعة المصرية وهي جاية من مؤخرة الكادر لقدام، وبيمزج بينها وبين الإسرائيليين وهم بيتحركوا من مقدمة الكادر لورا. في المثال الثاني بنشوف البطل المصري بيتحرك من شمال الشاشة لليمين، وبنشوف الإسرائيلي هو بيتحرك من يمين الشاشة للشمال مع المزج بينهم أيضا. في المثال الثالث، الختام، بيواجه البطل المصري الكاميرا في ختام جملته شمال الكادر، وبيواجه الإسرائيلي الكاميرا في يمين الكادر في ختام جملته. من فيلم الممر، إنتاج 2019، إخراج شريف عرفة. المخرج والتفاصيل الدقيقة. اهتمام المخرج بأدق التفصيلات
هو اللي بيخلي المشاهد يصدق إن اللي شايفه على الشاشة هو اللي بيحصل في الحقيقة فعلا. ودي طبعا مهمة عامل السكريبت اللي بيتأكد من وضع الإكسسوارات في مكانها الصحيح عشان يأكد الواقعية على المشهد والشخصية. الفرق بين المخرج الجيد والمخرج المتميز هو التفاصيل الدقيقة دي اللي ممكن محدش يلاحظها بشكل مباشر، لكنها بتنطبع في ذهن المشاهد من غير ما يحس وتخليه يصدق اللي بيشوفه. من فيلم طيور الظلام، إنتاج 1995، إخراج شريف عرفة. مخرج التفاصيل. لحد دلوقتي المخرج الكبير شريف عرفة محتفظ باللقب ده بعد مرور سنين وسنين. الفرق بين مخرج والتاني هو الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة اللي بتجعل المشهد يظهر حقيقي 100%، على الرغم من كونه تم تصويره داخل بلاتو. عندنا هنا 4 أمثلة: البدلة وهي على الكرسي، الشوال والسبت، الظروف على المكتب، وأهم مثال الشنط الموجودة أعلى دولاب غرفة النوم عند كل الأسر المصرية. من فيلم الممر، إنتاج 2019، إخراج شريف عرفة. اللقطة متعددة المستويات. في الغالب اللقطة بيكون فيها شخصيات وعناصر تصويرية كتير، وفي الغالب برضو إنها بتكون على مستوى واحد، لكن في بعض الأحيان بيحط المخرج شخصيات العمل على مستويين، يعني واحد منهم أعلى من التاني، وده بيكون بغرض توضيح سيطرة الشخصية اللي في الأعلى على الشخصية اللي تحت. هنا بقى بنشوف لقطتين فيهم أكتر من شخصية محطوطين على 3 مستويات: الأعلى والأوسط والأسفل. ومن الطبيعي إن المخرج عمل ده بهدف عايز يوصله للمشاهد. الأولى من فيلم لا أنام، إنتاج 1957، إخراج صلاح أبو سيف. الثانية من فيلم الخطايا، إنتاج 1962، إخراج حسن الإمام.